فبقول له طيب انت الذكاء الاصطناعي او الهوجه اللي حصلت دي استفدت منها بايه؟ قال لي استفدت كتير. ففي دلوقتي جاب انا شايفه كبير ما بين اللي استخدم الاداه وابتدى فعلا ينتج بيها واللي لسه قاعد بيقول انا طيب ممكن اعمل ايه. السلام عليكم. النهارده يا شباب بالفيديو بسيط وجميل، وهنتكلم او هنسلط الضوء على قصتين نجاح من ناس انا اعرفهم كويس جدا جدا جدا. طبعا احنا فيديوهاتنا بنتكلم عن التحفيز وان انت تشتغل على نفسك وي ولكن قصص النجاح موجودة من زمان، مش من دلوقتي، موجودة من زمان. اول قصة معانا النهاردة وهو واحد صديق ليا كنا بنتكلم مؤخرا، قاعد في مصر وما شاء الله عنده سنين خبرة كتيرة جدا في مجال النسيج، وهو من زمان متفوق او سابق خطوات كتير من الناس اللي معاه في الشركة وخطوات ثابتة. فكنا بنتكلم وبقول له على فكرة أنا عندي قناة دلوقتي وبتكلم على تحفيز الشباب وبشارك معاهم الحاجات اللي بتحصل لي والحاجات اللي أنا بكتشفها، بحيث إن هو برضو نوع من أنواع التحفيز للناس والتحفيز لنفسي برضو. واحنا بنتكلم كده ايه الاخبار وعامل ايه، بعد ما اتكلمنا شوية قلت له على فكرة انت قصتك ممكن تكون قصة ملهمة جدا لناس كتير نفسها تكون زيك، فأنا هتكلم عنك في فيديو من الفيديوهات. قال لي طبعا، يعني يا ريت فيد واستفيد. فالقصة بالمختصر يا شباب، ده واحد زي ما أنا قلت صديقي عزيز عليا جدا وشغال في مجال النسيج في مصر. طبعا كلنا عارفين ان كلمة القطن المصري لوحدها في العالم كله بايعة نفسها. فتخيل ان انت عندك حاجة الى حد ما بايعة نفسها، بس بمجرد ان انت تقول القطن المصري وانت بقى بتحط عليها تفاصيل كتير بما ان عندك خبرة في المجال. فبقول له طيب انت الذكاء الاصطناعي او الهوجة اللي حصلت دي استفدت منها بايه؟ قال لي استفدت كتير، انا ضاعفت شغلي بسبب الذكاء الاصطناعي. اول حاجة قالها لي، قال لي احمد انا ما عدتش محتاج ان انا اتكلم مثلا انجليش بيرفكت او ايطالي او فرنساوي او اللغات اللي انا عاوز اسوق لها المنتج بتاعي. قال لي انا بداية كده قعدت مع الجي بي تي وقلت له يا باشا البشوات عاوزين بقى نجيب اليوروهات. قال لي قول لي. فقال لي انا بس قعدت كتبت له انا شغال فين وبعمل ايه وايه طموحي وايه فكري وايه خطتي الى اخره. وقال لي الجي بي تي، قال له انا عاوز المنتج بتاعي اسوقه لشركات اوروبيه، اعمل لي بحث عن الشركات اللي اصلا بتاخد من مصر في مجال النسيج وايه الاجراءات لو انا عاوز اصدر لهم. طبعا الجي بي تي غاب شويه، راح جاب له القصه وقال له عندك ايطاليا وفرنسا وتركيا وحاجات وكذا ودولتين بتيالي كمان. قال لي هم كلهم على بعض 5 دول. الجي بي تي قال لي هم دول يا باشا التارجت بتاعك. قال له طيب تمام، انا عاوزك تكتب لي تمبليت بروفيشنال ان انا واحد ماركتينج او شغال في الماركتينج وعاوز اسوق القميص بتاعي. طبعا هو عنده التفاصيل، القميص الخامة ايه، رقمها ايه، حاجات كتير الشركات اللي بره بتدور عليها وبتسأل عليها. زائد طبعا ان في منافسة كبيرة، يعني هو قال لي برضو السوق التركي او الاتراك عندهم برضو تسويق كبير جدا في مجال التكستايل النسيج. ولكن زي ما انا بقول لك قال لي احنا القطن المصري. قلت له فعلا انا لما بجيب حاجه قطن مصري فوطه اديها هديه لحد بالنسبه له واو، يعني ده اول حاجه بيقول لك ده قطن مصري فلسه مسمع القطن المصري. فقال لي ابتديت اعمل تمبليت في الثاني في الثالث، وابتديت بالذكاء باستخدام الجي بي تي ابتدي اصمم قمصان بستايل معين اللي هو انا اقدر اصممه في المصنع عندنا او الشركه عندنا واقدر اسوقه. والله قلت له برافو ما شاء الله، يعني دي حاجه واو. بس هي الفكره بما اني انا الكونتنت بتاعي هو الذكاء الاصطناعي وحاجات زي كده، فكان الهايلايت
اللي هو الذكاء الاصطناعي فادك ازاي. يعني كل الخطوات اللي هو عملها قبل الذكاء الاصطناعي كان ممكن يعملها، صح؟ يعني هو لو ما بيتكلمش ايطالي كان برضه ممكن يكتب الايميل بالانجلش، او كان ممكن يدور على حد يترجمه له، كان ممكن برضه طبعا يروح يعمل سيشن صور بموديلز مثلا، لكن لا، الذكاء الاصطناعي وفر عليه ده كله، وفعلا جاب له شركات. قال لي احمد انا من الخمس دول اللي هم كانوا التارجت بتاعي، انا دلوقتي شغال مع تركيا، فرنسا، وايطاليا، فاتح لهم خط عندنا في المصنع وبسوق لهم، وانا مكمل في الموضوع. فهنا الفكره يا شباب سريعا، مهما كنت، حتى لو شغال في مصنع حلويات، حتى لو شغال في مصنع بتنجان، الفكره اللي هو ازاي احنا نستغل ونستثمر الذكاء الاصطناعي في ان هو يحسن. يعني الحاجه اللي انا كنت بعملها من بتاخد مني وقت كتير، تحضير وحاجات زي كده، لا خلاص الجي بي تي بقى بيساعدك ويظبطها لك. وانت طبعا بما ان عندك خبره في المجال، فانت الفلتر في الاخر بتقول له ده يمشي، انا لو مكان الشركه دي انا هشتري فعلا المنتج ده ولا لا، وبتتكلم معاه لحد ما توصل اللي هو الايديل ديزاين وتقدر تعمل الديل. دي كانت قصه. القصه الثانيه برضو طريفه ليا، واحد صاحبي في الغردقه من زمان شغال في السياحة، وكنا برضو بنتكلم وبيقول لي فيديوهاتك حلوة وحاجات زي كده، يعني ده كان بداية الحوار، وقال لي الكونتنت بتاعك جميل، وقال لي على فكرة أنا برضو من الناس اللي ابتديت استخدم الذكاء الاصطناعي. قال لي أنا عملت ويب سايت، قال لي بقى في منافسة شديدة جدا في الغردقة دلوقتي في موضوع الشركات اللي هي بيقول لك تعالى وهطلعك رحله غطس وهطلعك رحله سفاري ومش عارف ايه، وده البرنامج بتاعنا، وابتدوا يعملوا ماركتنج وحاجات زي كده. قال لي انا كنت اول مره استخدم الذكاء الاصطناعي في ان هو يصمم لي صفحه ويب سايت زي بروفايل كده، تمام؟ وفهمت يعني ايه اللوجيك او اللاندنج بيج بتاعت صفحه، ان هو من الاول وهله او من اول نظره الجست يبقى عارف احنا بنقدم له ايه، احنا السيفتي بتاعنا ايه، احنا الكواليتي بتاعنا ايه. فقال لي الذكاء الاصطناعي او الجي بي تي ابتدى يحدد لي حاجات انا ما كنتش واخد بالي منها، بس مهمه جدا في التسويق، تمام؟ مهمه جدا في التسويق. وقال لي انا الصفحه بتاعتي، يعني عشان مثلا قبل الجي بي تي او الذكاء الاصطناعي انا كنت هروح لواحد مثلا يعرف روسي عشان يترجمها لي الروسي، واحد يعرف مثلا ألماني عشان يترجمها لي ألماني، وكنت هجيب واحد مثلا فوتوغرافر ان هو ياخد صور واعمل سيشن وحاجات زي كده. قال لي لا، يعني مثلا 80% من الحاجات اللي ساعدتني كان باستخدام الذكاء الاصطناعي. فده يعني سريعا، عشان لما بنتكلم نقول فيديوهات تحفيزيه، في ناس كتير اول ما بتبص على الفيديو يقول لك يا عم ده كلام ما بياكلش عيش. لا 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 لا، في قصص نجاح، وفي فعلا الناس ابتدت تشتغل. ففي دلوقتي جاب انا شايفه كبير ما بين اللي استخدم الاداه وابتدى فعلا ينتج بيها، واللي لسه قاعد بيقول انا طيب ممكن اعمل ايه. يا جماعه اتكلم مع الجي بي تي، اتكلم عن افكارك، اتكلم عن طموحك، اتكلم عن انت عاوز تبقى فين بكره او الشهر اللي جاي او السنه اللي جايه. اتكلموا. يعني التول او الاداه دي، انا بقول ان احنا محظوظين ان احنا فعلا في العصر اللي هو فيه ترانزيشن او تحول كبير جدا، زي الثوره الصناعيه. الثوره الصناعيه خلت اوروبا في حته ثالثه لو تفتكروا، بعد الثورات وبعد الحروب وحاجات زي كده، الثورة الصناعية، وبقت أوروبا بالنسبة لنا لحد يومنا هذا واو أوروبا. فاحنا دلوقتي يا جدعان في ثورة وثروة، ممكن تعمل لنا ثروة برضو. يعني أنا قلت في فيديو قبل كده، في إحصائية، خش دور دلوقتي على 2025 و2026 عدد المليونيرات اللي زادوا في الكرة الأرضية، تمام؟ وخش دور عليهم. يعني انا دي حاجات بتستهويني، ده بقى مليونير ازاي؟ لا خلاص، ده سابق خطوتين ثلاثة. واحد عمل برنامج اللي هو يخليك تكتب بس كده، اللي هو بيقولوا عليه الفايب كودينج. انا عاوز صفحة
كذا كذا، اعملها لي، صممها لي، بوم صممها له. انت فاهمني؟ فخلاك فارق ما بينك وما بين النسخه بتاعتك من 5 سنين شهور كتير. لو انت كنت رحت ديفلوبر وقلت له انا عاوز اعمل صفحه، عاوز اعمل ابلكيشن، هتقعد بقى تعيش معاه قصه الصفحه كده، لا ما تيجي نغيرها كده، لا ما مش عارف ايه، طب هقابلك يوم الخميس اللي جاي، طب حاجات كتير. لا، الجاب ده زائد الفلوس طبعا، الجاب ده كان وقت وفلوس، خلاص الجاب ده اتشال بقى لينكد. يعني انت دلوقتي عندك الفكره بوم بتعملها. فيا شباب توكلوا على الله، وانا معاكم برضو بندور على احسن الطرق اللي نستغل بيها الادوات اللي بتظهر يوم بعد يوم. ده كان فيديو سريع، وبوجه طبعا تحية لاصدقائي اللي هم فعلا امثلة ملهمة للشباب اللي قدر ان هو يخرج من نطاق الفقاعة اللي هو فيها ووصل العالمية، بمعنى الكلمة وصل للعالمية. واحد دلوقتي خلاص بينزل له الجست من الطيارة، قالوا احنا اللي كنا حاجزين معاك، امتى هتجيلنا وامتى هنعمل، وكله متظبط يا باشا. التاني الشركات دلوقتي بتتواصل معاه وبيقولوا له ابعت لنا سامبل، عاوزين نشوف القماشه نمسكها ايا كان، هم بيتعاملوا ازاي. خلاص يا باشا، يعني الناس وصلت واحنا لسه قاعدين. حبايبي ربنا يا رب يكرمنا جميعا، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.